الكوره ولا الدراسه؟ مشكله كبيره بتواجه الاطفال والكبار من لعيبه الكوره انه يكون شايف نفسه لعيب كوره وبس. المشكله مش انه يحب الكوره، المشكله لما الكوره تبقى شخصيته كلها. لو اتسال انت مين، الاجابه الوحيده لعيب كوره. ودي مشكله خطيره جدا بتحصل مع لعيبه كتير من هم صغيرين. السبب الاول ان كل التقدير اللي بياخده مرتبط بالاداء. لو كسب كله بيكون مبسوط منه، ولو لعب وحش بيعامل كانه خذل الكل. السبب الثاني ان حياته بتدور حوالين الكوره وبس، تمرين، ماتش، نوم، ونكرر. مفيش تعليم حقيقي، مفيش بناء شخصيه، مفيش مهارات حياه. السبب الثالث وهو اخطر سبب ان بعض الاهالي بيتعاملوا مع الكوره كانها طوق النجاه الوحيد، فيتحول حلم الطفل لعبء نفسي مرعب. ونتيجه ده مع اول اصابه او رفض من مدرب او نادي بيبدا يشك في نفسه وبيدخل في مرحله صعبه، وده بسبب انه ما اتعلمش انه اكتر واكبر من انه لاعب كره وبس. عشان كده التعليم مش خطه بديله، التعليم جزء اساسي من صناعه اللاعب نفسه. الكوره في الاول وفي الاخر رزق وتوفيق. افضل حاجه نربي اولادنا على معرفه قيمتهم الحقيقيه بعيدا عن اي لعبه او شغلانه، ساعتها بس هيكون بني ادم صلب نفسيا صعب يتكسر. اعمل فولو وقول لنا في كومنت مشكلتك مع الهويه الرياضيه، واستنى الفيديو الجاي.